عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد معانا اليوم حبيت نشارككم باش نعمل سلطة مشوية. عندي فلفل بدا باش يحمار، وليت قلت خليني نشويه نعمله سلطة خير من اللي يحمار لي كله. حطيته كطاجين على الغاز وبديت هنا نفرز في الفلفل ونحط لي مزال وخضر ونحط فيهم باش نشويه كله خير من اللي يحمار لي كله من بعد يقعد هكاك. هاكا هنا بديت نقلب فيه الفلفل تشوي سخون على الاخر بالسيف، تحملت السخانة هكا. والله هكا خير من اللي الواحد يبقى يشعر في كانون والدنيا سخونة. هكا على الغاز خير، الواحد يحط طاجين ويحطه على الغاز خير من الكانون. الدنيا ياسر سخونة ومع سخانة الكانون ياسر عليه الواحد. هنا طابوا قرينة الفلفل كملت شويتهم باش نحط كعبات الطماطم. هنا بديت نقشر في الفلفل. الطماطم جاتني هما كعبات كبار، ما حبوش يطيبوا بالقدا من داخل باش يبقاو نايين، وليت قسمت الكعبة ل2 وحطيتهم نشوي فيهم هكاكا خير ملي باش نخليهم الكعبة صحيحة تبقى من داخل نية. قشرت الفلفل هاكا وهنا بديت نقشر في الطماطم سخونة، ما نجمتش بيديا بالسيف، استحملت السخانة بالسيف. ومن غادي حطيت زوز روس بصل صغار هاكم نشوي فيهم باش نحطهم. هيك طماطم سخونة تغزروا في اللباخ متاعها خارج. عندي برشا ما عملتش انا سلطة مشوية، وليت اليوم قلت حاجة وحويجة منها الفلفل باش ما يحمرليش ونشوي نعمل بيه سلطة. هنا عندي كعبات سردينة باش نحط نقليهم. جانا واحد يبيع في الحوت عنده كان السردينة، وبرغم اللي صغيرة هايك جويدة على الاخر ب3000 الكيلو هذيك. قلت خليني في نفس الوقت نقلي كعبات الحوت ونرحي السلطة ما نضيعش الوقت. انا واقفة في الكوجين نكملهم باش نجي معناتها بالضبط. خليتها هكا الحوت يتقلي من غادي وجيت هنا باش نرحي السلطة. حطيت روس البصل اللي شويتهم الساعة هكم هما الاولانيين، بديت نرحي فيهم هكا. توا باش نبدا نحط بشوية عاد هذيك الطماطم. حطيت سنينات ثوم هاكم نيين، ثوم ني يفوح السلطة اكثر واكثر، خير من يبدا ثوم مشوي ني ريحته تبقى. نكمل نرحيها ومن بعد نفوحها عاد، وفي نفس الوقت هيك يد هنا ويد هنا نقلب فيه كعيبات الحوت. طاب وجههم الاول تو جيت نقلب فيهم على الوجه الاخر. انا طابوا هما نهبط فيهم القلاية ونكمل نحط الاخرين. هنا حضر الفطاير صايي. هذيك سلطة سمطت لها كعب عظم عربي حطيتها، كعبات زيتون هذاك الزيتون متاعي ملحته انا وحدي في الدار، وكعبات سردينة. وهذا فطايرنا شاهية طيبة ليكم ان شاء الله الكل. تنساونيش في اللايك البنات وفي الاشتراك عايشكم. تو هنا جيت باش نعمل معاكم شوية كيك بالنسكافيه.
حطيت هكا، حضرت كل شيء حطيته. باش نبدا معاكم. انا عندي 2 كيسين سكر، كيس زيت، كيس حليب، عندي نسكافيه، ساشي خميره وساشي سكر فاني، الفارينه. وهنا عندي 5 كعبات عظم. هنا عظم عربي متاع جيتي. نبداو مع بعضنا. نبدا ساعه نكسر كعبات العظم. او كنكسر بالكعبه. يلزم الواحد يتفقد العظم. والله انا عظمت متاع دجاجتي، اما عندي دجاجه كير، كان خاف انا يبداوش تحتها ولا حاجه ومع الدنيا سخونه يفسدوا. يلزمني ديما نتفقد هكاكا، نتفقدهم. نحل بالكعبه في صحفه ونشوفها ونحط مع الاخرين هكا. باش نحط هنا السكر. عندي 2 كيسين سكر. باش نحط معاهم هكا ساشي فاني. وباش نبدا توا باش نركضهم بشوي. نركضهم بشوية لين يذوب السكر. وتليفوني كالعادة طايح. تواش نزيد كيس حليب ونكمل نركض كالعادة. هاكا كالعادة نركض فيها. تتخدم بالكدا بالكدا، تجي خفيفة وتجي هشوشة. هي راي الكيك على الخدمة متاعها، يلزمها تتخدم بالكدا باش تجي خفيفة وهشوشة. يعني نزيد كاس الزيت ونكمل نركض بالكدا. وتوا باش نزيدها الفارينة. نزيد الفارينة بشوية بشوية. انا ما نكيلش الفارينة. فما اللي كيلو بالكيس ولا بال100 غرام ولا 200 غرام، انا لا نحط كيك، نحط بشوية ونخدمها نركض ونشوف وعيني ميزاني. نكمل نحط معاها، نحط على خميرة ساشي خميرة مع الفارينة ولا شنية، ساشي الخميرة نحطهاش من الاول، يعني نحطها من بعد مع الفارينة ونركض كالعادة. يلزمها تتخدم بالكدا. نزيدها شوية اخر فارينة مازالت ناقصة. انا نركضها بالكدا ومن بعد نهز هكا بشوية يب مغرفة يب حاجة هكا ونشوفها ونخزر لها نعرفها كان معناتها باش نزيدها شوية ولا يزاها ولا بشوية بشوية. ما نعملهاش شكلي يابسة برشا وما نعملهاش زادة تبدا جارية برشا. انا حطيت البلاتو متاعي باش نصب الخليط هذاك اللي عملته، باش نخلي شوية باش نحل فيه شوية نسكافيه. هذاك اللي خليته باش نحط عليه شوية نسكافيه ونخدمه بالكدا.
تذوب النسكافيه. هيك من بعد باش نحطه من فوق نزين بيه. انا ما حبيتش نحط فيها الكل، حبيتش نحط لها الكل نسكافيه، قلت خليني نعمل شويه هكاكا منها زينه ومنها معناتها هي تجي فاوحه وبنينه وفيها مطعم النسكافيه وزينه في نفس الوقت. كي نقص طرف الكيك يبدا ظاهر فيه، يبدا ظاهر النسكافيه، تبدا زينه وبنين راهو كيك النسكافيه. هيك كملتها في الاخر، خليت حطيت لها في الاخر شويه كيكه يبقى حبوب هكاكا كعبات كعبات نسكافيه يجيو ظاهرين وعطينا المنظر. وتوا باش نصبها فوق الخليط الاخر اللي عملته له، حطيته في البلاتو. والله جت بنينه تهبل، يفوح على النسكافيه، جت بنينه بنينه زاد. يا هوكا واحد فكرة شوية كيك الفطور الصباح للعشية زادة، قاعدة العشية شوية كيك مع قهوة ولا كاس تاي. توا هنا باش نخلطها شوية بالذاك بأطرف المغرفة، تخلطها شوية باش تدخل بعضها شوية الزينة، باش من بعد كي تقص المرسو تبدأ فيه الزينة باهية. هيك توا باش نحطها في الفور الطيب على روحها. توا نشوفوا مع بعضنا النتيجة النهائية كيفاش الكيك بتاعي حضر. ان شاء الله يعجبكم البنات وتجربوه، بنين برشا بالنسكافيه. جربوه واعطيوني رايكم، حطوا لي تعاليق، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. عايشكم. جاي خفيف خفيف بالكدا زاد. هاكا ظاهر تري اخسر تري. تشوفوا فيه البنات كيفاش ظاهر من حتى كي نبدا نقص فيه ظاهر اللي هو جاي تري ويجيه شوش وفي نفس الوقت بنين بالنسكافيه، بنين وفاوح. هاك ان شاء الله يعجبكم وتجربوه، وحطوا لي في التعليق شنو رايكم فيه. تاع قهيوة ولا كاس تاي باهي، ولا فطور الصباح مع قهوة الصباح باهي. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. وكظاهر اللي هو معناتها مزين كي دورت انا بالاخر المغرفة كيفاش يدخل بعضه. في الامان ان شاء الله في فيديو قادم.